ولهذا قالوا أن الإمام علي بن أبي طالب سرق بعض أهل الولاء له والمحبة له، وأقيمت عليه دواعي قطع اليد إقامة الحد، حيث سرق ما بلغ نصابا وما كان في حرز وعلى غير شدة جوع، وثبت الأمر عليه. فأمر الإمام علي، وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، أمر به فقطعت يده. وكان من المتولين للإمام علي المتعلقين بجنابه، فلما قطعت يده أخذ الرجل اليد باليد الأخرى التي لم تقطع ومشى. ولما مشى مر بحي من الناس جالسين، وكانوا ممن في نفوسهم شيء على الإمام علي بن أبي طالب، فالتفتوا فوجدوا الرجل وهو يمسك يده مقطوعة بيده الأخرى، فقالوا: من فعل بك هذا؟ قال: أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وابن عم سيد المرسلين علي بن أبي طالب. قال: وتثني عليه الثناء كله وقد قطع يده؟ قال: طهرني من إثم السرقة. فبلغت المقالة للإمام علي بن أبي طالب، وقال: علي بالرجل. وقال: ماذا قلت لمن سألوك؟ قال: قلت لهم ما بلغك. قال: فأرني يدك. فأراه إياها، فوضعها الإمام علي مكانها وبصق وقال: بسم الله، فعادت كما كانت. ثم التفت وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قال لي يا علي: لو سقيت المنافق سمنا وعسلا ما ازداد لك إلا بغضا، ولو علوت بسيفك على المؤمن ما ازداد لك إلا حبا.